مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في قناة 90 دقيقة، القناة المتخصصة في كل ما يهمك عن عالم كرة القدم الجزائرية والعالمية. إذا كنت تبحث عن الأخبار الحصرية، التحليلات العميقة، أو أحدث المستجدات حول اللاعبين الجزائريين في الخارج، فأنت في المكان الصحيح. قبل أن نبدأ، لا تنسوا دعمنا اليوم بوضع لايك على هذا الفيديو، تشاركون المنشور مع أصدقائكم، وأهم شيء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والآن ننتقل إلى خبر مهم أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة. الخبر الرئيسي: محرز يتفوق على زملائه السابقين في السيتي. انتهى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موسمه الحالي دون أن يحرز أي لقب، بالرغم من امتلاكه لتشكيلة قوية وقيامه بعدة صفقات باهظة خلال السنوات الماضية. ولم تقدم أجنحة الفريق إضافات كبيرة منذ رحيل النجم الدولي الجزائري رياض محرز، الذي بقيت إحصائياته مميزة وتؤكد تفوقه على بقية اللاعبين. وكان للنجم الجزائري دور كبير في الموسمين الماضيين مع السيتي، إذ سجل أو صنع 39 هدفا قبل أن يرحل إلى نادي الأهلي السعودي. في المقابل، لم تتمكن مجموعة أبرز لاعبي الوسط مثل جاك غريليش وجيريمي دوكو وبرناردو سيلفا من تحقيق نفس العدد، حيث بلغ مجموع ما ساهموا به من أهداف 36 فقط في الموسم الماضي. وتعرض لاعبو مانشستر سيتي لانتقادات لاذعة هذا الموسم بسبب الأداء المتواضع الذي قدموه، خصوصا في المباريات الحاسمة، مما شكل مفاجأة كبيرة لدى الجماهير التي اعتادت على التتويجات المستمرة في المواسم السابقة. وأصبح اسم رياض محرز حديث الصحافة والمحللين في الآونة الأخيرة، لما تركه من فراغ واضح في خط هجوم الفريق السماوي، رغم وجود لاعبين آخرين يملكون خبرة وشهرة عالمية. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العرض السريع لأهم الأخبار الرياضية لهذا اليوم، وقدمنا لكم تقريرا شاملا حول تفوق رياض محرز على زملائه السابقين في مانشستر سيتي برقم تاريخي. شكرا لكم على متابعتكم الدائمة وعلى دعمكم الكبير لنا عبر اللايكات والتعليقات والمشاهدات. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو، شاركوه مع أصدقائكم على شبكات التواصل الاجتماعي. حتى اللقاء في فيديو جديد. تحية طيبة لكم من